باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هناك أمر لا ينتبه له الناس وهو أحد أسباب السعادة ولا يحتاج منا إلا إلى قرار، ولعلنا نستفيد من هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الأمر ذكر في مجال النعيم في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلماذا إذن لا ننزع الغل من صدورنا في الدنيا حتى نسعد وحتى نأنس؟ لماذا لا نقوم بهذا القرار المهم ونحن ندرك أنه صعب بدليل قوله تعالى ونزعنا؟ والنزع لا يكون إلا لشيء متغلغل ثابت صعب إخراجه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ونزعنا، فتولى سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين في الجنة، فيا ليتنا ننتبه له في الدنيا.